دعمتيني بوقتها وهلا عم تدعميني. بتعرف كم مرة نقال لي لا قبل ما نقال لي ايه؟ اي تي بالعربي يكشف تفاصيل قصة الشامي مع ذا فويس كيدز في طفولته. بتتذكر وقت قدمت على فويس كيدز؟ صورة شوي. أنا كنت تابع ذا فويس من كتير زمان، من أنا وصغير يعني. هحكي لكم قصة كتير حلوة فيما بعد عن قصتي عن هذا البرنامج. خبرني الخبرية بعدين لكن إيه حخبرك إلك الخبرية بعدين، دي وعد. والنهارده جه وقت نعرف من الشامي القصة دي اللي حكاها باختصار في حلقة امبارح لما واسى المشترك وسيم حميدي اللي محدش لف له الكرسي. كنت تقريبا بعمرك، وكان حلم من أحلامي إني واقف على مسرح ذا فويس كيدز وغني أمام المدربين، وما سمحت ظروفي إني أكون موجود على هذا المسرح. بس سبحان الله ربي عوضني بالاجتهاد وبالشغل على موهبتي إني أكون مش واقف على مسرح ذا فويس كيدز، اجي على أول مرة كون قاعد على الكرسي. والموضوع ده لأول مرة الشامي بيتكلم فيه علنا، وحصريا اي تي بالعربي بيقول لكم التفاصيل. فالشامي قدم لما كان طفل على اختبارات الأداء الأولية في برنامج ذا فويس كيدز واتقبل لمرحلة الصوت وبس، لكن لصعوبة ظروفه وقتها في السفر ما قدرش يوصل عشان يقف على مسرح ذا فويس كيدز. والنهارده وهو قاعد على كرسي التحكيم بيلتقي بالسيدة اللي سمعت صوته في الفيديو اللي بعته ووافقت عليه. اليوم في سربرايز رح يقدمها وديع. حزار مين جايب لك معي؟ هلو حزار مين جايب لك معي اليوم؟ جايب لك معي هالدومازيل المهضومة اللي هي الكاستنج دايركتور. بتتذكر وقت قدمت على فويس كيدز؟ انت اللي وافق. لا زلاقة ما اقدر اقول. هي مريم. يس كان منايا ومنى عيني شوفها بس ترجع هذا حوقف بيناتكم. طب قلك انا شيء، بغض النظر اذا انا قدرت انوجد على مسرح ذا فويس او لا، انه ما بتتخيلي قديش هذيك اللحظات اعطتني امل وطاقه لليوم. فميرسي. بالعكس يعني انت دعمتيني بوقتها وهلا عم تدعميني. انه البرامج الغنائيه اجمالا عامه مثل تحديدا بقدر احكي عن ذا فويس، يعني شو بخليه بهالعظمه وبهالقويه؟ التالنتس تبعه، وخاصه هو الشغل تبع الكاستينج بوجود اخصائيه مختصين بالموسيقى وبالفن، لانه كل تعبهم ليختاروا الاصوات الاحلى، وكل تعب فريق الكاستينج تيم كرمال يلاقي الاصوات الاحلى. سو من هيك انا ما بقدر فرط بولا صوت بتم قبوله، وبنعمل المستحيل من كاستينج لاعداد لانتاج انه كرمال هالمواهب توصل وتوقف على المسرح. وحرقت قلبي على كل ولد من ولادي وانت من بيناتهم، بس ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. صفقوا له. انا ما كنت متخيل بحياتي انه الشخص يلي بدي ابعث له الفيديو ليوافق علي اليوم عم بيساعدوني لدرب وساعد اصوات الأطفال. فكتر خير الله ويقبرني ربكم وميرسي لكم هون، وأنا ممنون لهالفرصة اللي أنا فيها صدقا. بس بوقتها لو كل الأمور كانت ظابطة وكنت أنت عن جد شاركت أو لك رح كنت تفوز بذا فويس كيدز؟ والله أنا حيكون لي الشرف إني واقف على هذا المسرح وأوصل للعالم العربي، وبعدين كان سهل علي الطريق أكتر بكتير، بس إنه كتر خير الله على كل شيء، وأنا ممنون للرحلة الأطول لأنه علمتني أكتر. فالنهارده الشامي واحد من أهم الأصوات في جيله، ونجاحه وصله إنه يتحول من طفل بيدور على فرصة لنجم في لجنة تحكيم أهم برنامج لاكتشاف المواهب في الغنى. كل الدنيا هيك، بيوم يلي بياخد جوائز يمكن بيوم حياتي جوائز، وقلت انه الطالب حيصير استاذ والى اخره. بس انا اليوم مالي جاي اعمل كل هاد، جاي امن فيهم صدقا. وهي الطاقه اللي عم بزرعها معهم فيها، انه انا تركيزي انه هي مرحله من عمركم، بعدكم صغار، مرحله حساسه صح، بس لا جدوى منها اذا ما استثمرت بنفسك صح وبموهبتك صح واشتغلت على حالك واجتهدت والى اخره. فدائما عم خليهم يطلعوا على النتيجه المطلقه، مو على شو عم بيصير هلا. صوتك بجنن وانت بتجنن وعسل، بس اكيد بدنا تمرين. نشتغل بس على النفس رح تكون بتجنن. تبع حالك.